حالتها صعبة قوي وكل اللي حواليها مرعوبين عليها. دعواتكم للفنانة لقاء سويدان. ايه اللي حصل بعد ما اعلنت تفاصيل مرضها، وايه حقيقة شماتة ريهام سعيد فيها؟ كمان مش هتتخيلوا ابدا مين اللي اتصاب بالمرض ده غيرها. خلينا في البداية نقول لكم ان لقاء صدمت الكل لما ظهرت ببرنامجها وبقها معوج وعينيها مقفلة، وقالت ان مرضها خطير وممكن تتصاب بالعمى كمان اي وقت. وقالت ان السبب في اللي وصلت ليه ده ناس اذوها في حياتها، وانها تعرضت لحملة تشويه من ناس حاولوا يدمروها. ورجعت وقالت انها مش عارفة تنام ولا تقفل عينيها بسبب مرض العصب السابع اللي مش عارفة نهايته هتكون ايه. الدنيا اتقلبت بعد الحلقة دي، والكل بيتمنى ليها الشفاء. مش بس كده، دول بيطالبوا انها تقول اسماء الناس اللي اذوها وكانوا السبب في مرضها. واتقال كلام كتير ان ريهام سعيد شمتانة في مرضها، خصوصا وان بعد الحلقة كتبت كلام ان ربنا رجع لها حقها. بس الحقيقة بقى ان ريهام دعت ليها بالشفاء، وكل اللي اتقال ده كذب ومش حقيقي. مرض لقاء سويدان أصاب فنانين كتير جدا زي محمد فؤاد وصفية العمري وكمان شريهان.